مصلحة مصر المقاصة والمصلحة هاني سعيد، وحمدي شعبان لم يتردد. حمدي شعبان لم يتردد واحتسب سقوط هاني سعيد ركله جزاء في الدقيقة 30 من عمر وزمن اللقاء. ادي اللمسة وادي الشد والجذب، ولا ما فيهاش حاجة من احمد السيد. الحكم لحضراتكم، الحكم لحضراتكم. لمسة من اوسو كونان، واحمد السيد كان في رقابة هاني سعيد وسقوط على الارض من هاني سعيد. والله يعني الاعادة بتوضح هل في شد من احمد السيد، ولكن في قرار وركله جزاء وحوار على بعد 11 متر. فؤاد سلامة هو متخصص التنفيذ. ادي فؤاد سلامة عنده 3 اهداف فؤاد، وعنده هدف سابق في مرمى النادي الاهلي. هنشوف فؤاد سلامة، فؤاد سلامة، وهدف اول، هدف اول لمصلحة مصر المقاصة في الدقيقة 31. يتقدم فؤاد سلامة بمصر المقاصة بعد تنفيذ امثل لركلة الجزاء، حطها على يمين شريف اكرامي اللي اتحرك في الجبهة اليسرى علشان يتقدم فريق مصر المقاصة على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. حطها بثقة كبيرة جدا جدا فؤاد سلامة، وانتظر تحرك شريف اكرامي وحطها في الزاوية المعاكسة علشان تتقدم مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء. فؤاد سلامة اللي كانت بدايته مع نادي الشمس، تتنفذ الركنية حلوة، وهدف هدف اعتقد هدف التعادل. كرة هدف لمصلحة النادي الاهلي، هدف في الدقيقة 44، هدف في الدقيقة 44 من كرة مقوسة رايحة من الركنية في اتجاه المرمى، ما يلحقهاش مصطفى كمال علشان تتعدل النتيجة. ادي وليد سليمان، كرة عدت الكل، حاول ابعادها مصطفى كمال ولكن تخبط في ظهر محمد ابراهيم وتتجاوز خط المرمى علشان تصبح النتيجة 1-1. الحظ يبتسم للنادي الاهلي من كرة ثانية جده، هيدور ويناور، تتقطع من حسام، توصل لبركات مرة تانية، بيدور على سيد معوض. ادي الكرة العرضية وادي الضربة الرأسية وجول جول 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 جول. محمد ناجي جده، محمد ناجي جده يعود مع عودة المارد الأحمر للتهديف. جده الهداف الإفريقي يعود مرة أخرى للتهديف مع عودة المارد الأحمر للظهور على المسرح الكبير في استاد القاهرة. ادي العرضية الحلوة والرأسية، يا سلام على الرأسية، رأسية لا تصد ولا ترد. بص شوف سيد بيعمل ايه وجده بينشن فين، بص شوف سيد معوض بيرفع فين ومحمد ناجي جده بيوجه فين. هدف جول لمصلحة النادي الاهلي في الدقيقة 76 علشان يتقدم النادي الاهلي على مصر المقاصة وتصبح النتيجة